اللي ممكن يحصل لما بنت عادية جدا تقع فجأة في عالم أكتر ولد متمرد ومشهور في المدرسة. بين رسائل غامضة واتفاق غريب تبدأ حكاية تقلب موازين القلوب وتكشف إن أول حب ممكن يغيرنا للأبد. بيبدأ الفيلم في مدينة مكسيكو مع الدكتور نورا وهي في أهم محاضرة فيزياء في الفصل كله، وكانت تحديدا بتشرح عن الثقب الدودي وإنه يعتبر بوابة لعالم زمني مختلف عن عالمنا، وبتشرح حالات الانتقال ليه والسفر عبر الزمن وكده يعني. وفي نفس الوقت ده بتجيلها الطالبة جوليا وبتطلب منها إنها تكون المساعدة بتاعتها، لأنه في الوقت ده في الجامعة بيكون في طالب مساعد لكل دكتور، ولكن دكتور نورا بتقول لجوليا عيوني هنبقى نشوف الموضوع ده. وبنشوف بعدها دكتور نورا بتروح لإدارة الجامعة وبتسأل السكرتيرة على طلبية المحاولات والبضاعة السوفيتية وصلت ولا لا. السكرتيرة بتطلب منها تروح تسأل الدكتور المختص. في نفس الوقت ده بيكون الدكتور وصل، فنورا بتروح تسأله عن البضاعة وبيقول لها انها وصلت وانه كان هيبلغها لكنه نسي، فقال يبقى يبلغ جوزها اللي بنعرف انه يبقى عالم كبير ودكتور في الجامعة زيها. فنورا وقتها بتروح تدخل المخزن وأمين المخزن مش بيكون موجود، فنورا بتروح بنفسها تشوف البضاعة، وبعد ما بتشوفهم بتاخد المحاولات وبتنزل على مكان سري بيكون خاص بالدكاترة وممنوع أي شخص يدخله، بيكون مخصص للاختبارات. بتوصل نورا عند دكتور هيكتور وبيكون شغال، وبنلاحظ جوليا اللي طلعت ورا نورا تراقب اللي بيحصل، وبتشوف آلة كبيرة نورا وهيكتور بيدخلوا جواها، وجوليا بتشوف هيكتور وهو بياخد المحاولات من نورا وبيحطها في الآلة، وساعتها جوليا بتترعب يكون حد شايفها أو حاجة، فبتقرر تخرج وتبعد عن الشبهات. أما هيكتور ونورا بيكونوا ركبوا الآلة بعد ما حطوا المحاولات وبينتظروا الآلة تتحرك، ولكنها بتديهم أمل وتعطل وبتفصل منهم. الدكاترة وقتها بيكونوا متضايقين جدا وبيقعدوا مع بعض ويتفقوا إنهم محتاجين ميزانية أكبر وإنهم محتاجين يفتحوا دكتور كوراسكو رئيس الجامعة في الموضوع ده. بنعرف إنهم معزومين عنده على العشاء بالليل، وبيكونوا فاهمين إنه أكيد هيسألهم على آخر التطورات والمصاريف اللي فاتت. وتاني يوم الصبح كان في خبر في الجرايد إن مكسيكو هتبدأ في مشروع نقل الأنفاق، واخيرا المدينة هيبقى فيها مواصلات عامة. وبتفتح نورا الموضوع تاني مع هيكتور وتبلغه المرة دي ان رئيس الجامعة لازم يعرف المشروع اللي هم شغالين عليه ويبقى عارف موضوع آلة الزمن كله عشان يطمن الفلوس اللي اخدوها دي كلها اتصرفت فين. لكن هيكتور بيكون مصمم يأجل الموضوع ده لحد ما يوصلوا لنتيجة واضحة. بيرن جرس الباب وقتها وبتروح نورا تفتح الباب، وبتكون ريبيكا اخت الدكتور نورا وبتبلغهم انها حامل، وبيفرحوا بيها جدا هيكتور ونورا. ريبيكا بتقول لها ايه الدنيا مش هتحكوا لنا عن المشروع السري اللي ناويين عليه ده؟ فنورا بتحرج خالص وبتقول لها كلك نظر يا ريبيكا، اسمه مشروع سر يعني اكيد مش هينفع نحكي عنه، وبعدين دي اسرار شغل وكده يعني. وفي نفس اليوم بالليل بيروحوا عشاء عند رئيس الجامعة، وعلى العشاء دكتور كوراسكو بيسأل هيكتور عن مشروعه وبيقول له ان الجامعة سلمته فلوس ومساعدات كتير قوي وانهم خلاص عاوزين يشوفوا نتائج كل ده، لكن هيكتور بيقول له انه محتاج وقت تاني وفلوس تاني. وقتها دكتور كوراسكو بيقول له انه ده مستحيل تماما وانه عاوز يعرف النتائج في اقرب وقت ممكن. دكتور نورا وقتها بتبص لكوراسكو وتقول له ان المشروع بتاعه ما يخليه غني ومشهور جدا وهيخلي المدينة كلها تتشهر. فكوراسكو في اللحظة دي بيبص ليها وبيبتسم وبيعرف انهم شغالين على مشروع ضخم وحاجة عليها القيمة. فدكتور كوراسكو بيقول لهم ان لو معاكم كل القطع الصحيحة لكن ما حطيتوهاش في اماكنها المظبوطة هتحصل مشكلة. ودكتور نورا بتسرح في كلامه وفجأة بتقوم تقول لهيكتور أنا لقيتها، وبتوعد دكتور كوراسكو إنها بكرة بالكتير هتقدم له نتائج البحث. لكن هيكتور بيكون باصص لها كده هو مش قادر يفهم أي حاجة، والاتنين بيخرجوا بعد العشاء. ونورا بتقول لهيكتور إن كلام الدكتور لفت نظرها لحاجة تاني، وهي إنها تغير مكان المحولات بعدها، وبيطلع على المختبر السري بتاعهم ونورا بتغير مكان المحولات، وهيكتور بيقول لها تستعد للسفر، وبيقفلوا بوابات الآلة. ونورا بتسأله إذا كانوا هيرجعوا بالزمن ولا هيروحوا للمستقبل بس لمدة 15 دقيقة مش أكتر. ونورا بتشغل الآلة وقتها وهيكتور بيبص لها وبيقول لها أنت عبقرية، لأن الآلة بتبقى اتحركت بالفعل وبتختفي من المكان بتاعهم وبتتحرك بسرعة شديدة جدا، وبتقف بيهم الآلة وبيطمنوا على بعض. وهيكتور بيبص حواليه وبيسألها هم فين وفي سنة كام، وبيفتح هيكتور البوابة وبيكتشفوا إن المحولات اتحرقت وبينزلوا يتجولوا. وهيكتور بيقول لها إنه استحالة يكونوا سافروا 15
دقيقة بس، ونورا بتقوله ان المفروض الجامعة تكون قريبة من المكان ده. وبعد دقايق بيعرفوا انهم في 2025، وبيستغربوا جدا من التليفونات اللي الناس ماسكاها لانهم كانوا عايشين في 1969. بيدخلوا السوبر ماركت وبيسألوا على مكان الجامعة والبنت بتوصفه ليهم، وبيفضلوا يسألوا الناس بيوصفوا لهم الطريق كويس، وبيوصلوا الجامعة وبيلاقوا انها تعتبر زي ما هي، مفيش تغيير كبير. وبيدخلوا على المختبر وهيكتور بيفتح الباب وبيقدروا يدخلوا على المختبر السري بتاعهم، وهناك بيلاقوا محاول بدل اللي اتحرق. وفي نفس الوقت ده الامن بيدخلوا عليهم وبيفتكروا انهم حراميه وبيقبضوا عليهم. وبيفضل هيكتور يدافع عن موقفهم وبيفهم الضباط انهم شغالين دكاتره، وبيوريهم انهم معاهم الكارنيهات بتاعتهم. الضابطه بتقول لهم ان الكارنيهات دي من سنه 1966، وبيعترف لها هيكتور انه بمشروع آلة الزمن. فبتقول الشرطي انه مجنون او مصطبح. وفي نفس الوقت ده بتوصل عميده الجامعه وبتاخد بطاقات الهويه بتاعته. وبعد وقت بتتفاجئ نورا ان العميده دي تبقى البنت جوليا اللي كانت بتطلب منها تكون مساعده ليها، وبتقول لها انها كانت عارفه وواثقه انهم يقدروا يعبروا الزمن. وبتعرفها على الوندرا حفيده اختها ريبيكا اللي بتحضن نورا، وبتحكي معاها وتعرفها ان من كتر حبها للفيزياء اختارت تدرسها. وقتها بتقول نورا انهم عايزين يفحصوا الآلة عشان يتاكدوا في حاله اي خلل حصل فيها، وانهم محتاجين يرجعوا لها بسرعه، وان البوابه وارد تقفل في اي وقت. وجوليا بتعرفهم ان مساله وجودهم في الزمن ده لابد تبقى امر سري، وبتعرفهم كمان ان التكنولوجيا اتطورت بشكل رهيب جدا. وبتاخدهم الوندرا وبتوديهم عند امها بيكا بنت اختها ريبيكا، وبيقعدوا يتعشوا مع بعض. وبتتصدم نورا لما بتعرف ان ريبيكا اختها ماتت، وان ده بيحصل على طول بعد ما نورا اختفت، وان ريبيكا عملت حادثه بعد ما فضلت تدور على اختها كتير. ونورا بتتصدم وتزعل جامد جدا على اختها، وبتقول لهيكتور انهم لازم يرجعوا زمانهم حالا لانها بتحس بالذنب في موت اختها. وبيسالوا هيكتور اذا كان في حد عاوز يشوفه، فبيقول لهم انه شخص وحيد وان نورا بالنسبه له هي كل عيلته. وبعدين بيروحوا على المكان اللي هيعيشوا فيه بشكل مؤقت لحد ما بيرجعوا. وكان الوضع صعب جدا عليهم ومبهورين جدا بالاجهزه اللي في بيتهم، ومش قادرين يصدقوا حجم التطور التكنولوجي. وتاني يوم بيروحوا اجتماع في الجامعه، وباقي الدكاتره في الجامعه مش بيكونوا فاهمين اي حاجه ولا قادرين يستوعبوا، لكنهم في النهايه بيصدقوا ان نظريه نورا وهيكتور صحيحه. والدليل انهم واقفين قدامهم ويعتبروا موجودين في المستقبل بالنسبه لزمانهم هم. وبيقول دكتور منهم ان رجوع نورا وهيكتور لزمانهم هيأثر على المستقبل بتاعهم، لانهم عرفوا حاجات كتير ما كانوش هيعرفوها في زمانهم. هيكتور وقتها بيقول انه فاضل له بس يظبط توقيت الآلة، لانه كان عاوز 15 دقيقه بس مش 59 سنه، وان لو بوابه الزمن قفلت هيضطر ينتظر 30 سنه. وفي الوقت ده بالفعل بيوصلوا للآلة عشان يظبطوا الزمن، والوندرا بتجيب لهم المحولات وبتشغل الآلة. وبتقول نورا ان بوابه الزمن ممكن تتقفل في اي لحظه، لكن الوندرا بتكون مصممه تاخدهم يخرجوا يغيروا جو، وهم بيوافقوا يخرجوا يغيروا جو معاها. وبيروحوا بار، لكن هيكتور ونورا بيبقوا مستعجبين جدا من الانفتاح الشديد بين الشباب والبنات. وفي نفس الوقت ده ونورا بتكون قلقانه جدا ما يعرفوش يرجعوا. وتاني يوم بيكونوا في اجتماع، وهيكتور بيكون متضايق لانه حاسس ان نورا ساحبه الاضواء منه، على الرغم انها نظريتهم هما الاتنين مشتركين فيها. وبيقول لها ان العميده والدكاتره معتبرينه المساعد بتاعها. وبعدها بنشوف الوندرا بتطلب من نورا يخرجوا مع بعض يروحوا محل عشان يشتروا شويه حاجات كده. ولما بترجع نورا بتفرج هيكتور على اللي جابته من بره، فبيتضايق هيكتور وبيحس بالاحراج جدا ان مراته اشترت الكلام ده مع الوندرا، ويظهر ان ما كانش نفسه حد يكون عارف عنه الجانب ده. وفي تاني يوم الصبح بتكون جوليا العميده ماشيه مع نورا وبتقول لها انه كمان كام يوم كده هيتعمل مؤتمر، وده عشان اليوم العالمي للمراه. وبتقول لها ان هيكتور ما ينفعش يكون معاه وكده. ولما بتروح نورا بتتكلم مع هيكتور عن اللي سمعته، فهيكتور بيكون متضايق حبتين لانه حاسس انه ملوش لازمه. وبيقول لنورا طبعا مش هتحكي عن آلة الزمن لانها عمل مشترك مش انت وحدك، فبتطمنه وتقول له انها هتتكلم على ابحاث وامور تاني فما يقلقش. وبيعدي يومين 3 وبيجي يوم المؤتمر، وبنشوف هيكتور واقف يقول كلمته اللي بتخلي الجمهور يغضب منه ومفيش حد بيسقف له غير نورا. وبيقول كلام معناه ان المرأة لوحدها مش هتنجح وانه لابد يكون لها شريك، وكلام زي ده كتير. بعد ما خلص كلام طلعت نورا تتكلم، وهو فضل واقف جنبها يعدل ويصحح في اللي هي بتقوله قدام الناس، والموقف بيكون في قمة الإحراج. ودكتور هيكتور بيخرج من المؤتمر وهو مخنوق مش عارف الصراحة هيتبسط امتى. دكتور هيكتور وقتها بيتعرف على دكتور تاني وبيقول له انه يفكه كده ويحاول ينسى ان الستات كلهم كده. بتخرج نورا وبتلاحظ عدم وجود هيكتور، وبنعرف انه راح حنا وشرب وسكر وحالته صعبة، وفضل يشتم في الستات ويتكلم عن عنصرية المرأة. وفي الحانة بتبقى شغالة تصوره وهو بيحكي كده وهو مش دريان بنفسه.
وبنرجع لنورا واللي بتقابلها دكتور جوليا وتقول لها انها رشحته تبقى رئيس القسم الفيزياء وان مكانها معاهم هنا مش في الماضي، وبتروح تقعد مع بيكا لانها بتبقى مشوشه وعايزه ترجع لاختها في الماضي عشان تنقذها، لكن بيكا بتفهمها ان مش عليها اي لوم في موت اختها وانها مش ضروري ترجع وتخسر عرض تحفه زي ده، وانها تقبلت موت امها خلاص. وفي نفس الوقت ده بيرجع هيكتور من بره وبيقول لنورا انها بقت ناجحه قوي ومشهوره في 2025، وبيقول لها انه خلاص ناوي ياخد آلته ويرجع لزمانه، وابتدى كل واحد فيهم ينسب الفضل لنفسه، ونورا بتزعق جامد وتقول له انها مش آلته لوحده وانه مستخدم نظريتها علشان يقدر يسافر بالزمن، لكن هيكتور بيبقى مصمم يرجع بالزمن وبيتصدم لما نورا بتقول له انها زهقت منه ومن علاقتهم وانه لو عاوز يرجع يروح لوحده وانها هتفضل هنا، فبيتصدم هيكتور وبيقول لها عموما تمام. وتاني يوم بيكون هيكتور في المختبر ومجهز الآلة للسفر، وفي الوقت ده بيبص ليها ويقول لها للمرة الأخيرة الآلة جاهزة إنهم يسافروا، بس دكتور نورا بتكون متضايقة جدا منه بسبب الفيديو اللي انتشر ليه وهو بيشتم الستات وبيتكلم وحش في حقهم، فبيرد عليها إنه عارف هو بيقول إيه ومقتنع بيه، وإنه زمان كان بيقول نفس الكلام وهي كانت بتحبه وتسقف له وطالعة بيه السما، وأكيد ما كانتش شايفاه راجل متعصب وبيكره الستات، وبيحاول هيكتور يوضح لها إنه أكيد راجل صالح في زمنه وإنه غير مناسب للزمن ده، فبتقول له نورا إن هما الاتنين ضحايا لزمانهم، وبيعرفها ان بوابة الزمن خلاص هتقفل، وبيطلب منها تسامحه لو غلط في حقها، وبيطلب منها انهم يرجعوا مع بعض على زمانهم، لكنها بتقوله ان هي مش عايزة ترجع، وبتبص على الآلة وعليه وبتسيبه وبتطلع بره، وبعد ما بتخرج بتقابل ألوندرا وبتتكلم معاها وبتقول لها انها حاسة ان ده زمانها الحقيقي، وبعد ما نورا بتخلص كلام معاها بترجع على المختبر وبتتفاجئ ان الآلة مش موجودة وان هيكتور اخدها ورجع بالزمن لوحده فعلا، ما كانتش مصدقة ومش قادرة تستوعب، وبتلاقيه سايب لها جواب مكتوب فيه انهم حاولوا يفهموا الزمن مع بعض وتحدوا العالم لكنهم في الحياة كانوا بيتحدوا نفسهم، وبيقول لها انها لقت نفسها في زمن تاني وانه مش هيسمح لراجل من الماضي يعكر لها اللي وصلت له في حياتها، وبيعترف لها انه بيحبها جدا، ونورا بتقرا وتعيط وبتاخد الجواب وتطلع على بره، وبتفهم وقتها ان كل حاجة خلصت وان هي اللي اختارت ده، وبتروح تحكي لألوندرا اللي بتقول لها ان جه وقتها عشان تشتغل وتبدع، وبالفعل نورا بتشتغل وبعد سنين بتتعرف وتتشهر قوي وبتاخد جوائز كتير، وبتقرر ترجع بالزمن تاني عشان توصل لجوزها اللي بيكون كبر جدا ومش بيصدق نفسه لما بيشوفها من تاني، وبتقوله انها نجحت وراجعة تكمل بقى عمرها جنبه، وبكده بيكون خلص فيلمنا. سلام.